هاي ألذ صينية قوارب بطاطا كريمية وملغمة بالدجاج، فيكي تعمليها لرمضان. مرة لذيذة. ايش احكي لكم من لذاذة، يا سلام، المنظر يحكي عن نفسه. ونقول بسم الله. وصفة سهلة وسريعة ومباشرة، حنروح لمقادير الوصفة. وأول حاجة جبت البطاطس، قشرتها وغسلتها مرة كويس، وقطعت الحبة ع2 يعني بالنص. وبالنسبة لطريقة الحفر فهي مرة سهلة. أول شي حنحدد شكل القارب في البطاطا، بعدها فورا حنبدأ نحفرها. وبالنسبة إذا تبغون فيها قرمشة فلازم يكون الحفر مرة ناعم، وإذا لا مثلي أنا فتحفروها عادي. ودحين نجيب الصينية اللي تدخل الفرن وحنمسحها كلها بالزيت. وبالنسبة لكمية البطاطس فحتكون حسب الحاجة، يعني حسب أفراد البيت. وإذا كنتوا أول مرة تشوفون قناتي وتشوفون وصفاتي، وإذا حبيتوا الوصفة فيكم تاخذوا لفة سريعة على الفيديوهات السابقة اللي نزلتها، أكيد حتعجبكم. وإذا تبغون تشاهدون المزيد من الوصفات ما عليكم إلا اشتراك بقناتي وتفعيل زر الجرس، يعني زر التنبيهات ليصلكم كل وصفة جديدة. وأهم حاجة لازم ندهن القوارب بهاي الخلطة اللي هي عبارة عن زيت حوالي 3 إلى 4 معالق، وملح وبهارات. البهارات حسب ما موجود بالبيت، بس أهم شي يكون في كركم ليعطي لون وتكون هيك فيها طعمة كثير حلوة. يعني هي 4 بهارات: فلفل أسود، بابريكا، وكمان الكركم، وتوابل الدجاج، وأكيد الملح. ودحين نجيب الصينية وحنمسح أو ندهن بهاي الخلطة كل البطاطس من الجوانب ومن الخلف، وكمان على السطح لا تنسوا كل الأطراف كذا مثل ما شايفين. وراح نحطها مباشرة بالفرن، ولازم يكون على أقل نار، يعني من فوق ومن تحت، عشان تستوي ويانا بطاطس مرة كويس. ونخليها حوالي نص ساعة ل50 دقيقة حسب ما تشوفون أنها استوت، يعني لما تذوب معكم. وبالنسبة لهذا الفتات فحنحط نص فوق الحشو ونص حيكون كريسبي. بالنسبة للحشو حنحتاج الدجاج يكون مفروم، وبصل مفروم، وفتات البطاطس مفرومة. فأول حاجة حنحط الزيت، ونحط فوق الزيت بعد ما سخن ويانا البصل اللي كنا فرمناه، وحنحمسه كذا مثل ما تشوفون لحتى يذبل ويانا. وشوية ملح وفتات البطاطس اللي كنا فرمناه لحتى يستوي مرة كويس، والنار تكون متوسطة. وحنخلط كل المكونات مع بعض، وحنضيف فوقهم صدر من الدجاج اللي كنت فرمته. حنضيف فوقهم البهارات اللي هي فلفل أسود وكركم وبابريكا، وكمان بهارات الدجاج. وحنضيف فوقها جبن مبشور أو موتزاريلا، وكمان جبن كريمي. وهذا الجبن أكيد اختياري، تبغون تضيفونه أو لا. وأهم شي لحتى تصير قوارب البطاطس بطعم كريمي مرة لذيذ لازم نعمل البشاميل. راح نحط ملعقة كبيرة من الزبدة، ونضيف فوقهم الدقيق أو الطحين. أنا حطيت ملعقتين من الزبدة و4 من الطحين، لأنه عندي صينيتين مو بس واحدة. وبالنسبة للحليب فهو كالتالي: إذا تبغون تحطون ملعقة واحدة من الزبدة و2 طحين حيكون نص لتر، وإذا تبغون تضاعفون حتضاعفوا كمية الحليب. وراح نصير نحط الحليب فوقهم لين تستوي ويانا
الزبدة مع الطحين. ولا تنسون رشة الملح والفلفل الأسود والكركم، لأنه هو سر اللون اللي شفتوه بقوارب البطاطا. وهيك لين تختفي كل التكتلات. وانا دايما لما اسوي هالصينية لازم اعمل منها 2، اسوي 2 من كثر ما هي مرة لذيذة، ما عم بالغ، لذيذة بشكل رهيب. واخيرا راح نخلص الحشو، راح نحطه جوا كل القوارب. والخطوة ما قبل الأخيرة راح نغرقها بالبشاميل، راح نحط فوقها جبن مبشور أو جبن موتزاريلا، وهيك نكون خلصنا. راح ندخلها فورا للفرن لين تشوفونها نشفت شوي. وهيك نكون خلصنا وصفة الفيديو، وراح خليكم مع النتيجة النهائية تشوفونها. ما راح أحكي، الوصفة بتحكي عن حالها. وهيك إذا عجبتكم الوصفة لا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلوا زر التنبيهات لتصلكم كل جديد. وإذا راح تجربونها قولولي تحت بالتعليقات شو رأيكم فيها.